10 طرق لتعرف هل طائرك سعيد معك أم لا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال عائلتي الغالية؟ أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. هناك أمور معينة سيعبر عنها طائرك عندما لا يكون راضيا عنك كمالك الله، والمهم أن تلاحظ هذه الإشارات في الوقت المناسب، وإلا قد يكون من الصعب جدا استعادة ثقة طائرك مرة أخرى. في فيديو اليوم سوف نتعرف على 10 علامات تشير إلى عدم رضا طائرك عنك كمالك الله. لكن فضلا وليس أمرا، شاهد الفيديو بالكامل، وإن استفدت لا تنسى دعمي بلايك وأن تشترك بالقناة. طائرك يشعر بالخوف بسهولة. إذا كان طائرك فجأة يقفز بشكل مفاجئ بعد كل حركة تقوم بها، ويفرط في ردة الفعل لكل خطوة صغيرة تقوم بها حوله، فهذا يعني أن طائرك فقد ثقته فيك ولا يشعر بالسعادة. طائرك لا يقوم بترتيب ريشه أمامك. الترتيب هو جزء مهم جدا في حياة الطائر. سيقوم طائرك بترتيب ريشه حولك فقط إذا شعر بالأمان، بما فيه الكفاية للقيام بذلك. إذا لم ترى طائرك يقوم بترتيب ريشه أمامك، فقد يعني ذلك أنه يراك كتهديد وليس على استعداد للبقاء في حالة يقظة أثناء الترتيب. طائرك يختبئ. إذا كان طائرك يحب البقاء في زاوية القفص عند مرورك، ويبدو دائما وكأنه يبحث عن أماكن لاختباء منك، فهذا يعني أن طائرك يشعر بالخوف وعدم الرضا. طائرك يقوم بنزع ريشه. هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل طائرك يقوم بنزع ريشه، ولكن إذا كان ذلك بسبب الملل، فهذا يشير إلى أن الطائر غير سعيد ومضطرب في قفصه. طائرك يرفض الصعود. سيتعاون طائرك فقط إذا كان يشعر بالأمان والسعادة معك كمالك الله. إذا كان طائرك غير مهتم لاستعداد للصعود بعد أن قمت بفعل كل ما يمكنك لترويضه، قد يكون السبب في ذلك هو أنه لا يشعر بالرضا عنك بعد، لأنك تقوم بشيء خاطئ وستعرف بعد مرور الأيام. طائرك يعضك. لا يشعر بالراحة عندما يحاول طائرك مهاجمتك، وحتى لو كانت هذه شخصية الطائر. إذا حدث ذلك بكثرة وفجأة، فهذه علامة سيئة، وطائرك يحاول أن يقول لك شيئا ما وجب التعرف عليها. طائرك غير مهتم باللعب. عندما تعلق لعبا جديدا في قفص طائر، من الطبيعي أن يستغرق بعض الوقت لبدء اللعب بها، ولكن إذا كان طائرك يظهر باستمرار عدم الاهتمام بكل ما تعلق داخل قفصه، ولم تلاحظ أبدا أنه يلهو بها، فهذه علامة واضحة على انزعاج الطائر من شيء ما. طائرك يرتعش. علامة واضحة أخرى على انزعاج الطائر هي لغة وارتجاف جسمه. إذا لاحظت أن الطائر يبدو في الرجفة ويشعر بالاضطراب في كل مرة تقترب منه، قد تكون علامة على أن الطائر غير راض عنك كمالك الله. طائرك لا يأكل أمامك. الطيور هي حيوانات فريسة كذلك، وسيأكلون فقط بعد الشعور بالأمان في بيئتهم. لذا إذا كنت تواجه صعوبة في رؤية طائرك يأكل، فذلك لأنه يختفي عنك، وربما يتناول الطعام فقط عندما لا تكون حوله، أو عندما لا تكون موجودا قرب القفص. طائرك لا يخرج من قفصه. قفص الطائر هو منطقته الآمنة، حيث يشعر بالأمان. إذا قدمت لطائرك الفرصة للخروج من القفص واختار البقاء في الداخل، فقد يعني ذلك أن الطائر لا يرغب في تحمل المخاطر، وعليك القيام ببعض العمل لإعادة بناء تلك الثقة مرة أخرى كما كانت في السابق.